أولا أسعد الله مساءكم بكل خير. مشاعري مضطربة جدا لأني تابعت الفيلم، وطبعا احنا في تخصص التاريخ المعاصر احنا بندرس ده لأولادنا، وزي مجموع معالي السفير كده سريعة، أنا أيضا من نوع اللي دموعي سريعة، ولذلك أنا بكيت هنا وأنا قاعد وأنا بدرس تاريخ الشهيد والنهاية التراجيدية دي. أيضا برضو كانت دموعي على طول لك عاطف بيه بتتدفق يعني، باشا وخاصة إن أخويا كان من المحاصرين في هذا المكان في حرب أكتوبر، والحمد لله يعني نجا ورجع لنا بالسلامة، وحكى لنا حاجات جميلة جدا، منها إنه ما كانش يهمهم أي حاجة، كانوا بياكلوا مانجا ومياصين وحاجات. لكن أنا عايز أقول إنه في إبداع أكثر من رائع في هذا الفيلم، وإن كان يعني عايز أقول إنه التركيز على الشخصية عظيمة فيها كل سمات الشخصية المصرية، يعني الذكاء موجود في الشخصية، التحدي موجود في الشخصية، الصبر موجود في الشخصية، الإرادة، الإيمان بالله. الشخصية مصرية نموذجية الحقيقة، ولذلك هو عظيم من عظماء مصر.